بونسوا. بما انه صار عندنا بسوريا حريه، بخاف تعرفوا في اشخاص بيجوا بيقولوا ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل بهذه الحريه. اوكي، لقد وجدتها لنتكلم عن من؟ عن من؟ حتى نبين انه نحن اوبن مايند وحريين وديمقراطيين ومن طبقه مخمليه أوربين. نتكلم عن المسلمين، نتكلم على حجاب المرأة المسلمة، نتكلم عن لباس بنت المسلمة، نتكلم عن دقن فلان حرية ولو أيلي يعني بتعرف حرية، هي الحرية عن بعض الكائنات. وطبعا هن مأمنين ما راح حدا يجي يردعون ولا حدا ينتقدون، لأنه 3/4 المشاهير عنا ما بيستجروا ينتقدوا هذا الأمر، واللي عنده مبدأ وعلى أساس معتبر حاله منا ما بينتقد هذا الأمر مشان يبين إنسان open mind برو. كيف بدي ادافع انا عن المسلمين؟ انا اذا دافعت عن المسلمين بعدين خاف عندي المتابعين اللي ما مسلمين يزعلوا وياخذوا على خاطرهم. عادي خلي الكل يمسح فينا الارض ويحكي علينا وما يفلت علينا كلمه ويغلط على البنت المسلمه ويغلط على حجابها. هذه انا اوبن مايند. هون العالم لما بتفقد الامل بيطلع مين؟ اكيد باتمان سام. طبعا انا ما فيهم يحصروني بمكان محدد لانه انا عايش ببيئه يعني اوبن مايند اكثر من الاوبن مايند تبعي. ما راح تصير عايش ببيئه مسيحيه وفيك تكون نص مسلم ونص مسيحي، يعني ما فيهم يحصروني بهي الزاويه. فهيك جيت انا لامسح فيهم الاراضي وامسح باي انسان بيغلط على اي بنت بشكل عام وعلى اي بنت محجبه وبيغلط عليها وبيستهزئ فيها لانه انسان تافه وحشره. طبعا معنا اليوم هاي الكائنات الطفيليات هذن الصغار، رغم انه انا مدافع عليهم اكثر من مره لهدن البنات. راح تقول لي اي بنات سام؟ قلي. اول شيء خليني اعرفكم عليهم، بعدين بفرجيكم شو حاكي وبفرجيكم المشكله. ساندي زعيمة العصابة. يعني نبلش بهاي. أنا ما صدقت إنه هي عربية لحد ما حكت عربي، مو طبيعي شو بتشبه الكوريين. قمر، وعن جد مثل القمر. أما جودي وهبة إخوات توأم وضليت كل الوقت عم خربط فيهم تقولوا توأم. أليسار أورشن وحدة بالشلة، أما غالية هي بالعكس تماما أهدى وحدة بالشلة. ورؤى ختامها مسك وبتقلكن بليز لا توصلوا هذا الفيديو لسام مشان ما يمسح فينا الأراضي، لأنه كنا عم نتمسخر على مرة لأنه لابسة حجاب ووحدة لابسة نقاب. ياي صرنا مثل أفغانستان. ياي يا الله راح يعملوا لنا مثل أفغانستان، وبكرة راح يجيبوا سبايا ويعملوا مشاة وما عاد نصير متطورين ونصير مشهورين ونصير مثل أوروبا. ياي يا الله رجعوا لنا بشار الأسد، نحن بنحبه لبشار الأسد كان كتير اوبن مايند وعلمنجي. يا الله هدن برو جو اوف. لهيك انا بما انه تعرفتوا على هدن الاشخاص الكائنات الهلاميه، هلا راح ينط واحد منكم ويقول لي هدن اطفال صغار ليش عم تحكي عليهم؟ ليش ما حدا نط لما كانوا عم يتمسخروا على بنت محجبه وامراه منقبه؟ ليه ما انت شفت ابداعاتك هناك؟ ولا ابداعاتك لا تظهر الا عندما اتكلم وادافع عن المسلمين؟ anyway هدن الكائنات. خلينا نشوف الفيديو. يا جماعة سوريا صايرة عبارة عن بسطات. يا جماعة صرنا أفغانستان. 4/10 11 بضاعة تركي بضاعة يوناني، يعني كتير شوارع صايرة حلوة. شوفوا طورنا يا جماعة. اوكي ليش عم تلحقيهم بالكاميرا؟ يعني hell no bro. wait هون وين البسطات؟ ما في بسطات. يعني رحت على المالكي لقيت بسطات. أول شي مساء الخير. هلا راح ينط واحد وشاب وراح يقول لي او بنت راح تقول لي يا الله ليش عم تحكي عنهم؟ يا الله ما هن عم يحكوا الجماعه عن البسطات، والبسطات هذا اشياء سيئه. برو اتفق معك، هذا الامر نحن ضده كله بس فوضى يعني تحملوا نرجع لكم بالشار، يعني نرجع لكم اياه لبشار. اشتقتوا لبشار ولا ابو حيدر جوي ولو اذا اشتقتوا ما بنعرف. اذا اشتقتوا فينا نفهم انه انت من هذا الفيديو شو ممكن انت يكونك عم توصلي رساله. طبعا هي عم تقول لا انا ما كنت عم صور الامراه، ولكن سبحان الله انا ما كنت عم صور المراه. شوفوا انا ما راح صور المراه. مين عم تصوري؟ امي؟ مين عم تصوري؟ برو مين عم تصوري؟ لا تاكلي بعقل الفول. هذا الامر على فكره منتشر كتير بسوريا على السوشيال ميديا او بالواقع. عندهم استهزاء، بيهزأوا من البنت المحجبه وبيهزأوا من معالم الدين. اذا شافوا واحد مربي دقن بيخافوا منه، بس طبعا الدقن هي بتختلف. هلا لما بيكون الدقن اللي مربيه واحد من الشبيحه تبع النظام، لانه ما بيستجروا يحكوه خويه، هديك الدقن بتلاقيه هيك كيوت برو.
اوكي، بس الدقن تبع الانسان المسلم اللي بيكون عنده رحمه واخلاق واللي حرر سوريا، لا هذا نو 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 نو. هذا الصنف الوحيد، هذا ما بيرضى عنه الاوروبي برو. ما حبيته رجعوا لنا هذاك الصنف. هندي شاي هم في نقطه حمراء يعني. هذا انت قاصدتي للفيديو، طبعا انت قاصدتي ومستقصده هذا الفيديو، وانت كانت بدك تقولي يا يصير افغانستان، وانت قصدا نشرت هذا الفيديو مشان يصير في فتنه بالتعليقات وتجيبوا مشاهدات، لانه كلياتكم راكدين ورا المشاهدات، ما بتهمكم مشاعر الناس. هلق انا سيدي الانسان اللي انت هلق عم تتابع الفيديو دخيل ربك، ما بدي اقول لك غير حط اختك او امك بالفيديو. يعني امك هيك، كونك معلم قاعد هيك بامان الله قاعد متفتل بالفيديو خويه، وتشوف واحد قاعد عم يصور امك هيك وعم يدير الكاميرا عليه. وطبعا الفيديو فيه سخريه، والتعليقات انا متاكد انه اغلبها يا طلعوا كيف شكلها، يا الله صرنا افغانستان. حطيت حالك موقف، فكرت شوي تمام، لانه مشان ما تعارضني هلا بعد شويه. طبعا هذا التفكير ما بيدل غير على تفكير جاهل وتفكير احمق وتفكير منحط وسافل وعادي. يعني خلص كل انسان حر يعني، حر شو ما بده يلبس، حر شو ما بده يعمل، حر شو ما بده يعبد، حر شو ما هو بده يعمل. هي الحر. بس لا، نحن حر بس ما يكون هذا الحر يكونوا متحجب خوي. ما عندنا مشكله برو، ما بيزبط معنا هذا الباكج، ما بيزبط فينا. اوكي، لو انت عم تقول انت نشرت الفيديو من طيب خاطر، كان فيك ما تنشر من الاساس، لانه عرفاني انه الفيديو مبين انه انت عم تدير الكاميرا عليا وبطريقه كتير بشعه يعني وكتير سيئه. ولاعطيك معلومه، بما انه انت كتير اوروبي ومتحضر ومثقفي من شخص عايش في اوروبا صار له زمان، يعني بما انه انت عايش بسوريا مانك شايف في اوروبا، انت شايفتي على الجوالات، انا شايفها على الواقع. هل تعلم لو انت باوروبا كانت هذه المراه كانت رفعت عليك دعوه وخلتك تدفعي غرامه، لا انت ولا احفادك، لا اولادك ولا احفادك راح يخلصوا دفع المخالفه، هل تعلمي هذا الامر؟ ولكن المرأة ما عملت لك شيء، يعني تحمد الله. لهيك هلا راح نشوف تبريرة. اول شيء مساء الخير، هلا معكم جودي. انا من فتره نحن بسوريا بعد تحررنا. ثواني، جودي هي القائده تبع العصابه. صار في عنا بضاعة أجنبي، تمام؟ فأنا ماشي بالطريق، أنا مثل ما قلت لكم إذا بتفوتوا على صفحتي بتلاقوا إني أنا بصور أي شيء عفوي. فأنا عم صور بس عم بحكي إنه سوريا صايرة كلها بضاعة أجنبي وكلها بسطات أجنبية وكلياتنا عم نشوف هالشيء، نزلتنا على الشوارع. فبالصدفة أنا وداير الكاميرا، أنا بالشارع واقفة، يعني أنا مالي مهيئة شيء، لا معي أدوات تصوير، فاتحة الكاميرا وعم صور. مرقت خالته منقبة، تمام؟ فانا شو عم اقول، انا بطريقه تصوير بعمل زوم وبعد، فعم اقول شوفوا تطورنا يا جماعه، وانا حديثي كله عن البسطات، تمام؟ انا لا جبت سيره منقبه ولا سيره محجبه، انا اهلي محجبين وانا ستي منقبه. فمرقت خالي منقبه وانا عملت زوم، بس عم بعمل زوم على الشيء، على البسطات. انا كل موضوعي عن البسطه، يعني انا لو بدي احكي عن المنقبه من الاول بحكي انه انا اليوم بدي احكي. كذابي اللي بيكذب بيروح على النار. نانا ما تعلمتي بالصغر انه اللي بيكذب بيروح على النار. نانا ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف انه حرام وعيب ومش من الاداب، والكذاب ما رح يبقى له اصحاب. انت ما فيك تحكي بطريقه مباشره، لانه اذا حكيت بطريقه مباشره يمكن تختفي، ممكن لانه راح تنسجني بالقانون طبعا، لانه انت عم تسيء الى يمكن 87% من سكان سوريا او اكثر، اعتقد اكثر يعني. لانه حتى انت لما عم تتمسخري على المرأة المحجبة، انت كأنه عم تتمسخري على المرأة المحجبة المسلمة والمسيحية، لانه عنا حتى الراهبات يعني بحطوا حجاب. صدمتك. سوري، صدمتك، انا اسف لانه صدمتك. ما فيك تتوجهي هذا الاتهام، اوكي؟ ما فيك بعينه، ولكن فيك تتحايلي. خلينا نكمل كلامي عن الحجاب. بس انا كل حديثي كان عن البسطات. فمرقت الخالة المنقبة، فانا نزلت الريل بأرض، نزلته، برجع على البيت بلاقي امي عم تدق لي، ستي، رفقاتي، انه شوفي شو عم يحكوا عليكي. فتحت ولا بلاقي العالم هاجمين علي هجوم فظيع. ما بعرف كيف قصوا الفيديو تبع الخالة المنقبة ونزلوه وعم يقولوا شوفوا هي البنت لازم تتحاسب بالقانون، لازم يحبسوها، عم تصور منقبة وتتمسخر عليها. طب انا كلي ما جبت سيرته ولا تمسخرت علي، وانا ماني مضطره، لو انا عن جد بدي احكي عليه ما ببرر يعني. انا لو خايفه ما بنزل هيك شيء، يعني انا شو مضطره اني انزل هيك شيء وبعرف شو العواقب وارجع برر. فاوعوا وحاج تعملوا هيك، العالم ما له لعبه بين ايديكم، ايذاء العالم عنكم بهالبساطه انتم كلياتكم، تمام؟ فدائما ما بعرف شو بدي احكي، بس فعلا انه انتم عندكم هيك اي حدا بتبتلوه
بتنزلوا مقاطع عنكم تأذوا تشتكوا على العالم، ما عندكم ولا ذرة رحمة. فأنا بس حبيت أوضح، هي للمرة الثانية وهي آخر مرة بوضح إنه أنا ما كان قصدي إني صور الخالة المنقبة، وبس هيك. من علمي بالفيزيولوجي البنت كذابة. البنت كذابة. راح يجي هلا اشخاص راح يكتبوا لي بالتعليقات ليش عم تحكي علي هيك، انه ما بتخاف على مشاعرها. طيب انت اللي عم تكتب لي هذا التعليق، طيب ما خفت على مشاعر المخلوقة هي؟ اذا زوجها، اخوها، ابن اخوها، اي انسان شاف هذا الفيديو وكان في تعليقات، طبعا كان بالتعليقات الفيديو طبعا انحذف، كان في بالتعليقات كتير مسخرة جرحوها للمخلوقة، ولا عادي هديك ايزي بيزي او بيعرفوا انجليزي. اوكي، التفسير تبعي كلياته يعني احمق تافه. كان فيك تروحي تعتذري انه انا بالغلط، انا ما كان قصدي، انا بالغلط صورتها وبعتذر منها واسف لانه هيك عملت، يمكن انا قاصد بس بطريقة غير مباشرة، انا بعتذر منها. كان فيك تعتذر بدون هاي الطريقة الفوقية. اوكي، هاي الطريقة الفوقية بدونها، وهي سالفة والله يمكن انت والله حذفت الفيديو لانه هددوك صراحة. هلا بننتقل، قبل ما ننتقل انت خفت يمكن من المخالفة او خفت من حدا يشتكي عليك، يبقى جيت حذفت الفيديو وعملت هالاوفرا وبتطلع ترند. نحن من حقنا ننتقدك، انت من حقك تستمعي لانه غلطتي، وانا ماني ضدكم ابدا. البنات انا مدافع عليهم كتير على فكرة، انا مدافع عليهم هدول البنات، انا مدافع عليهم من زمان، من قبل تحرير سوريا انا مدافع عليهم، لانه كان فوتوا على التعليقات في شباب وفي بنات يتمسخروا على لباسهم. انا كنت دافع عليكم، يعني تخيلوا انه انا اللي كنت ادافع عليكم هيك بتعملوا موقف، يعني بتخلوني انا انجبر انتقدكم. لهيك عيوني الافضل تطلعي فيديو مثل خلق وتعتذري بدون هالطريقه العنجهيه هي تبعي، وتعتذري ولا بقى تعيديها جد، لا بقى تعيديها، لانه ممنوع تصوري انت اشخاص، يعني اشخاص تعطي عليهم زوم. انت لو ما انك عاطي عليه زوم انا ما بحق لي احكي، بس انت عطيت عليه زوم. لهيك انت كان فيك تتجاهلي بالفيديو وما كنت فيك تنشري مشان ما يصير هذا الامر. هلا ننتقل الى الامر الاخر، انه في اشخاص زي السواد زي الصرامه فايتين على التعليقات وعم يسبوها وعم يغلطوا عليها وعم يسبوا عليها بكلمات كتير نابيه. بفرض هي عامله هي الامر ولا ما عاملته، مين بحق لك انت يا شحاطه لتفوت لعند بنت ما عمرها 16 سنه 17 سنه وتكتب لها كلام مقرف، كلام يعني كتير مقرف خويه، كتير يعني عم تحط لها كلمات كتير وسخه برو، زائد 24. عيب عاد فيك تنصحها، فيك تعطيها طريقة، فيك كذا، بس ما في داعي. ما في داعي للسب، ما في داعي للشتم، طريقة ما كويسة. يعني انت يمكن انت اسوأ منها بهالطريقة، انت لما عم تعلق هذا التعليق انت اسوأ منها بمليار مرة. وهذا الفيديو انا توعوي وبتمنى يشوفون يعني ولا ياخذوا غير بصدر رحب. انا ماني ضدهم للبنات ويعملوا اللي بدهم اياه، هن حرين بحياتهم، بس كمان تنتهي حريتك عندما تبدا حريه الاخرين. لازم هي يكون عنوان، لانه الحريه مو عشوائيه عيوني، لانه في اشخاص مقابلك في عندهم حريه، تمام؟ احترموا حريتهم. ولا بقى تنشر هيك فيديوهات يعني مشان الشهره ومشان هذا، ما بعرف شو نيتك صراحه، ما بدي ادخل بنيتك. لهيك انا بعتبرها يعني بحطه على مستوى بنت اختي يعني، او بنات اختي الصغار، يعني ما بصير تفوت انت تعلق لهذا التعليق السيء. لهيك انا بعتذر على تعليقاتهم السيئه، بس انتم غلطتوا ولازم تتحملوا الغلط، وهي ضريبه الشهره ابو نيتي. والله عم بحكي بطريقه. بدكم شيء؟ سلام.